حلوة 10 دقائق اللي كتجي زوينة بزاف بدون دقيق ابيض ولا زبدة. كنحتاجو واحد القصرية كنديرو فيها 3 الحبات ديال البيض، شوية الملحة، معلقة ديال القرفة، وكنحتاجو كاس د الزيت، كاس ديال السكر سنيدة، كذلك واحد كيس من السكر الفاني. كنهرسو هادوك 3 ديال البيضات، كنديرو داك الكيس ديال الفاني، وكذلك كنضيفو شوية ديال الملحة، القرفة. من بعد كنضيفو كاس د الزيت وكاس ديال سنيده. بالنسبه للحلاوه تقدروا تحكموا في الكميه لان حنا غنديروا فيها سكر كلاصي. صافي كنخلطوا هاد المكونات مزيان، كنضيفوا ليهم واحد المعلقه كبيره ديال المربى ديال المشماش. من الاحسن يكون داك المربى اللي كيكون جاري خاص بالحلويات، انا ما عندي غير هذا، قلت حتى نكملوا عاد نشري هذاك الجاري من الاحسن، داك اللي كيكون خفيف. كندير واحد الزلافه ديال الكوك. بالنسبه للكوك هنا تقدروا تنقصوا الكميه ديال الكوك، ما تكونش يعني كثيره، بغيتو ديروا غير كونتيتي صغيره تديروها. المهم كيبقى لكم على حسب الرغبه. انا هنا درت كميه ديال الزلافه، وهاد الحلوه هذه كتجي خفيفه وكتجي زوينه بزاف. بالنسبه للمكون اللي غادي نديروه بديل ديال الدقيق اللي هو النخاله اولا الحمامر، اللي كنكونوا حمرناها واحد الكميه، واحد شويه في المقله. كنحمروها مزيان، ما كنحرقوهاش، كنخليوها غير كتبدا تصهد لينا، وكنشوفوا اللون ديالها بدا كيتبدل وكنحيدوها. كنضيف على داك الخليط اللي خلطت ديال الكوك والبيض والسكر والزيت، كنضيف عليه معلقه كبيره ديال الكاكاو حتى المعلقه ونص. انا هاد الكاكاو عندي ناقص في اللون ديالو، يعني ما عطانيش ديك اللون اللي انا باغا، فراني درت معلقه ونص. وانتم كتبقاو تحكموا في الكميه باش تحصلوا على اللون اللي كيكون مزيان. منين يطيب لكم ما كيبهاتش عليه اللون، كيبقى هو هذاك. صافي هنايا كنخلط المكونات، من بعد ما كنضيف عليها واحد الكيس من ديال الخميره الحلويات من فئه ديال 8 غرام، بارك عليها يعني ما نكثرش منها. بالنسبه لهذا الفيديو راه غتلقاو الخاص في القناه ديالي وصفات نزاء يوسف. دخلوا القناه وشوفوا، تابوناو معايا، ما تبخلوش عليا بواحد اللايك. صافي هنايا من بعد ما غندير واحد ديك الكميه ديال عفوا ديال الحمامر، غنبقى ندلكها مزيان حتى نخرج منها دوك الزيوت، وكذلك حتى نعلكها. ديما الحلوه اللي كتكون فيها هكا البيض والطحين، عفوا البيض والسكر والزيت، راه ضروري كتبغي تخدم مزيان من اللي كتخلطي الحلوه، بالخصوص اللي كتكون شي حاجه سميتها المعلكه. يعني حتى هذه راها بحال شكل المعلكه، ها هي اللي زوين فيها، كتوجديها دغيا. صافي من بعد ما كتكوروها كتفنديها في السكر كلاصي، كيكون الفران سخون مزيان. من بعد كندخلوها لتحت، كنطيبوها على نار مهيله، كنخليوها حتى كتشقق لينا مزيان، وعاد كنطلعوها للفوق تكمل الطياب ديالها بحال الفران ديال الغاز. بالنسبه للفران ديال الضو كنشعلوا عليها من الفوق وكنخليوها، من بعد كنشعلوا عليها من الفوق طبعا، ومن بعد كنشعلوا عليها من التحت، وصافي هكذا كنخرجوها.